وشيوخ مصر وأطفال مصر ونساء مصر، عشرات الآلاف يجتمعون الآن احتفالا بالشهداء ووفاء لأرواحهم وتضامنا مع الجرحى وطلبا لفك حدود الأسرى. عشرات الآلاف من شعب المحلة يجتمع اليوم استكمالا للثورة المصرية المباركة. أحمد السيد النونو، الشهيد كريم رأفت شيحة، الشهيد ناجي الوكيل، والشهيد ياسر الوكيل، الشهيد سعيد محمد عطوة، والشهيد رضا كمال القاضي. وآخر قائمة الشهداء إلى الآن لا نعلم غدا ما فيه. الشهيد أحمد سمير أبو دغيت. المفتاح كانت هذه القصة، احرص على الموت توهب لك الحياة. قدمنا دول 465 شهيد وحررنا مصر وحررنا المنطقة العربية، بس نغير وجه العالم كما ترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم متولي شحاتة، امين تنظيم الحزب المصري المبارك. الحقيقة النهارده في المحلة بنحتفل بثمرات ثورة 25 يناير 2011. هذه الثورة التي نفضت التراب والغم والهم والحزن اللي شربه شعب المحلة بصفة خاصة وشعب مصر بصفة عامة من حكم مبارك المستبد اللي استمر 30 سنة. هذا الحكم الظالم الذي جعل الشعب المصري يلهث خلف رغيف العيش. النهارده لأول مرة ناس بتدوق طعم الحرية، لأول مرة ناس تصل حاجز الحقوق، لأول مرة ناس تقول لبلدنا ونحافظ عليها، لأول مرة بنقول الشعب المصري الجيش المصري يد واحدة، لأول مرة بنقول نسقط حسني مبارك ونظام حسني مبارك ورجالة حسني مبارك لما بيسموه رجالة، نسقط الحزب الوطني وأعوان حسني مبارك، ودى الغاز لإسرائيل وحرم الشعب
مصر منه. أمانة عليك، أمانة يا فايت على أرض مصر وجاي على المحلة، لا تبصي كل إيد أم شهيد وزوجة شهيد وابن شهيد وابن شهيد. الدولة غالي وحياة كل قطرة دم سالت على أرضك يا مصر، في ثورتك يا مصر لا تحاكمهم ونشنقهم ونجلدهم آلاف المرات بعدتهم وحياة الدم الغالي ما هنسيبهم. وثورتنا مستمرة، ثورتنا لسه ما ابتدتش. امتى هتستمر وامتى هتنتهي؟ لما كل كلب من كلاب النظام يرحل. عارفين هم عايزين 6 شهور ليه؟ 6 شهور يربيهم نفسهم، يعودوا مرة تانية بشكل جديد. عارفين انتوا اسقطتوا مين؟ انتوا اسقطتوا نظام مبارك واسقطتوا المصالح الامريكية الاسرائيلية في كل الوطن العربي. مش بس نظام مبارك، الشعب المصري الحر واقف عشان يحرر الوطن كله، عشان يعيد العراق ويعيد القدس ويعيد السودان دولة واحدة ويعيد لبنان. الشعب المصري انحناه العالم لانه وقف قدام ديكتاتور بينفذ مصالح امريكا واسرائيل. عشان كده شعوب العالم كانت معاكم. ولقد دق باب الحرية التي نلناها اليوم أيها الأحبة دماء كثيرة لم تدرس بها أيدي، وإنما درجت بها رقاب وأعناق الشهداء. هؤلاء الشهداء الشباب الأبطال الذين صبروا بدمائهم هذا الربيع العظيم لحرية المصريين جميعا. المتقين هم الذين لهم العاقبة اليوم، ولا عدوان إلا على الظالمين. حبيبي العدل الآن في مصاعد كوع بيتضايق مع أحمد عز، مش عاوزين يقعدوا مع بعض حتى في سلسلة واحدة. 25 يناير الشعب يريد اسقاط النظام. هذا النظام هو حسن مبارك الذي حققنا الخلاص منه واسقاطه، لكن لابد ان ننتبه ان هذه الثوره التي ستفكر في الامه كلها بل في العالم كله بفضل ثوار احرار شعب مصر العظيم اللي هيجعل من يوم 25 يناير تاريخ مشهود في تاريخ البشريه هتحتفل به البشريه والانسانيه كلها معانا كل عام. سيصبح 25 يناير هو تاريخ الثوره المجيد. الارواح جنود مجنده، من تعارف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. تنافر منها اختلف هو يعلم ان الشعب يكرهه وهو كان يكرهنا بقدر كراهيتنا له، وكان لذلك ينكد بالشعب. كأن اسرائيل يعمل بنا كما تعمل اسرائيل في الفلسطينيين. هو لم يكن ابدا يرضى الا ان يرى شعبه مطحونا مقهورا. كان يسعد تماما ان يرى الناس يفتشون في صناديق الزباله عن لقمه عيش. بيوت بتموت على لقمة عيش وحاجات على مصر الدم تعيش. انا جبت جسمه ما كانش شويش، وطلعنا يا دوب حبة حرطيش. بتكلم جد، كان ابويا بيلبس طوله بجد علشان لو زاد النيل عن حد هيحوش اليوم ما يجيب في البيت. وسطنا في الحكمة وفي التدبير، ما زرعش في مصر خضار امشير، ولا كانش في يوم نبوت لجفير. كان في معايا احمد في يوم مقاتل جمل في التحرير. احمد احنا واقفين مع بعض على احد المناطق اللي بتدخل عن طريق التحرير،
ثورتنا من المخاطر الثلاثه. الوعي اللي هنبني بيه ثورتنا من الابهار، من ان حد من الحزب الوطني يجي يقول ثورتنا دي شويه مظاهرات علشان شويه فلوس او عشان خلق او عشان كده وخلاص. الوعي الجندي الاول، الجندي الثالث هو الوعي اللي احنا هنحارب بيه الابهار، هنحارب بيه الاستغلال، هنحارب بيه ان احنا ثورتنا تيجي اي مجموعه وتتكلم باسمها وتقول احنا بنتكلم باسم الشباب، واحنا مش هنسمح بكده. الجندي الثالث هو ان ثورتنا تحيد عن الطريق، ان ثورتنا تتحول لثوره عسكريه او يجي اي طيار يركبها. ثورتنا ثوره شعبيه لاجل مطالب مدنيه ديمقراطيه هي الحريه والعداله الاجتماعيه، وهتفضل شعبيه شعبيه شعبيه. كل من اقوالنا بدون افعال راح تفضل كده وعلى الحال. اما كان صرنا وقلنا محال يتحكم فينا راس المال لصهاينه وزرع رجال اعمال، وساعتها الطلبه مع العمال كل الاحزاب تعمل اضراب وتحط ايديها مع الاخوان، والكل يقول يعني العصيان ونقول اهو من فوق المليان فضينا خلاص مش ممكن نسكت على الطيار، مش ممكن نسكت على الاهمال. الشعب كله ضرب معاه يرفض الحاكم راس المال بجهاز الشرطه الامنيه، والكل يصور على كل عميل خاين مقبول من وعد الله، واذا وعد اكيد هيجيله الدور، ويا اما السجن يا اما يموت، ويا اما يموت ويخش النور وملائكه مستنيه، والقصه تكبر بصلها والسلعه تحكم معصولها، والشرطه ترجع لاصولها، ترجع لهدوءها وجهدها، ودول اخواننا وابنائنا في ناس عاملينهم اعدائنا لاقيين اسير بيننا وبينهم، عاوزينهم قربات بايديهم علشان يقعدوا على كراسيهم، لكن الاحرار فيه مقدارها وتغير وجه التبعيه. ياسمين البقرات بمعنى توريث الجامعة، لا، توريث الجامعة حد موافق على ان يدرس الجامعة بعد كده الاولاد الدكاترة؟ توريث القضاء، توريث الشرطة، توريث الحربية، توريث الخارجية، توريث اي منصب، ممنوع توريث اي منصب من اول الجامعة، ومحدش يعدي ده طلبة الجامعة معلش فوق ايديهم. مفيش حاجة اسمها ابن الدكتور ولا بنت الدكتور، ده يتمنع. ويا ريت تتعمل لافزات جوه الجامعات باذن الله، تبقى حاجة جديدة كويسة وترمي جديد كويس على الكل. لافزات في الجامعة، في القضاء، في المحاكم، لا لتوريث الجامعة، لا. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، والله ما فرحنا ولكن تأسفنا. ليه